السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. استقالة مجلس إدارة الزمالك، أو بمعنى صح الهروب من الأزمة، الهروب من المشاكل، الهروب من الفساد اللي حصل، الهروب من المركب قبل ما تغرق. طيب يا سيدي، يعني ما ده كان متوقع، ده كان متوقع. وسبحان الله هو كان بيغرد، رئيس نادي الزمالك كان يغرد لوحده كرئيس في شتيمه، في اللبله، في الحاجات اللي بيعملها، لغايه ما ظهر الخطيب بادارته، بعقله، برسانه، بالتقل القرارات، بالبيانات اللي كانوا بيتريقوا عليها. فدلوقتي يا سيدي وبدا يشتم في الخطيب وكاهني وماني، والجمهور بيسقف والجمهور بيعمل. وفجاه في لحظه كانت متوقعة ومدروسة إن كل ده هيبان، كل ده هيطير، إن كل الكذب ده هيظهر. يعني معروف إن دولة الحق اليوم الدين، ودولة الظلم ساعة. فأنت دلوقتي كله انكشف: العملاء، السمسرة، الفساد، السرقة، النصب، الهمبكة، الضحك على الجمهور، كله ظهر. هل الجمهور عارف؟ او يعني هو اغرب جمهور انا شفته في حياتي. جمهور، يعني هل هم مغفلين للدرجه دي؟ ما اعتقدش. الناس دي واعيه، الناس دي فاهمه، الناس دي كانت فرحانه بالشتيمه وبتتغاضى للعند ان هو عندك كمشجع، مقابل ان هو عارف الفساد والحاجه اللي بتحصل عنده، عارف ان النادي هينهار، عارف ان فجاه الدنيا هتولع، اللعيبه بتموت، مستحقات الدنيا صعبه. فهل الجمهور كان مصدق؟ هقول لك، هو ممكن يكون لحد دلوقتي مصدق. مصدق ليه؟ لان تعالى يا سيدي هتلاقي ان لحد دلوقتي هما بيتريقوا. يعني جايب لك مثلا ان مشاكل النادي كذا وكذا وكذا، ودخلت الاهلي وصفحته او صفحات الاهلي لقيتهم بيتكلموا على مشكله شعار النادي او شكل شعار النادي الجديد على تيشيرت النادي الاهلي. طيب يعني هنقول لك ايه؟ طيب انت لسه نفس العقليه، هو مش قادر يعترف بالمشاكل اللي عنده، وهي دي مشكلتهم طول عمرهم، ان هم مش عارفين يعترفوا بالمشاكل اللي موجوده. هو مش قادر يعترف بان هو نادي سيء، ان هو اداري غلط، ان هو مستواه لا يليق ان هو ينافس الاهلي. هو مش قادر، فبينافسك بالكلام، بينافسك بالحوارات. بيقول لك اصل نادي الدوله ونادي الاهلي. يا حبيبي، ما هو انت مشاكل دي بتاعتك انت نادي الدوله، انت ليك نادي الدوله ليها 300 مليون عندك. فانت بأنهي عقليه تقول ان انا نادي الدوله مش نادي الدوله والمشاكل والكلام ده؟ انتوا يعني مغيبين، انتوا مغيبين. يعني هو دلوقتي الدوله كانت سندكوا طول الوقت في مشاكلكم، وبتعدلكوا حاجات وتظبط لكم حاجات، ويعني قد يتفتح وي 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 وي. القرارات اللي كانت بتيجي عقوبات على الزمالك بتيجي بره مصر، بتيجي من الاتحاد الدولي. فانت لسه مغيب، انت مش فاهم اي حاجه يعني. وبرضه بتعلق شماعتك على الغير، ان انت الدوله مش واقفه معاك. لا، هي الدوله واقفه معاك، انت فاهم غلط. الدوله لو سابت كان زمانك نازل درجه ثالثه، كان زمانك بتلعب مظاليم. فاتقوا الله كده واستهدوا بالله كده، اصحوا للكلام، اصحوا للكلام عشان انتوا ناديكوا ضايع. اصحوا للكلام عشان انتوا العند في الكوره، وان انت بتنافسني مسيطر على دماغك. يعني انتوا مش نادي. من اول اعلامكم خالد غندور وغيره طريقه والاسلوب يعني غير لائق خالص بنادي كبير ينافس الاهلي. قعدت تشتم في حقوق الرعايه ومش عارف ايه. ما هو ده مستواك، هي مستواك بيظهر في الحقيقه، بيظهر في ازمه زي كده مش عارف تقف على رجلك، يظهر من عقوبات الاتحاد الدولي، مش اتحاد الكره المصري. اتحاد الكره المصري كان مغطي عليك، الدوله كانت مغطيه عليك في ديون وغيره. يعني مشكله كهرباء، الواد يعني دمركم، الواد دمركم. انتوا داخل لكم في سنه، بغض النظر عن كهرباء وفلوس كهرباء، اللي الواد يعني زعلكم بسببها. يعني كهرباء زعلكم، سيد حفيظ زعلكم. هل هو كان معروف انه هينسحب مجلس اداره الزمالك، فعشان كده سيد عبد الحفيظ او اللي جاي بيتحضر في حد
جاهز لليله دي كلها، هيخش نادي الزمالك، فمش عايز سيد عبد الحفيظ قصاده يتكلم عليه وعلى نادي الزمالك. شيء متوقع. كهربا معلم، الواد معلم، الواد يعني دمركوا وزعلكوا وعمل كل حاجه، خلاهم ينسحبوا زي قراطيس اللب السوري، يعني مش ممكن. فدي حاجه. انت بقى بغض النظر عن غرامه الكهرباء، انت عارف انت في سنه واحده داخل لك كام؟ انت داخل لك 300 مليون جنيه مصري، وداخل لك 8.5 مليون دولار. راحوا فين؟ جمهور الزمالك فين؟ جمهور الزمالك عايز يعاند، عاند. ناديك بيقع، ناديك بيقع، ناديك انت هو ده الطبيعي بتاعه، والطبيعي بتاعته بيلعبوا في المظالم. فمنافسه ايه بس وبتاع ايه وكلام ايه؟ مساء الفل، سلام.